مكتوب عليها ان هي بتدعم الاف الاف ار جي بي. فاحنا الترجمه اللي احنا ترجمناها فاكن رجب. طبعا يا جماعه التجميع فيها مشكله دمرت التجميع كلها خلاص. كلاكيت اكشن. انا عايش الدور والله، بس لما اعمل كده اكشن اول مره عشان ازامن الصوت في المونتاج. نبدا المقدمه دي. انا بص انا متفاجئ بالفيديو. انا اللي انا كاتب سكريبت. ايوه انت مش مرتب لاي حاجه، هي جت بقى كده اهو الحمد لله. يلا هو نصيب عموما. بس اول حاجه نبدا بيها نقدم لكم هذا الكائن الغريب. معتز صديقه منذ فجر التاريخ، انسان غريب بياخد قرارات غريبه تجيب لك الضغط في عالم البي سي. اصيح؟ ده كفايه كده. لا اصيح. احنا يهمنا البني ادم ده جايب شاشه 360 هرتز من سنتين ونص. فاكرين الفيديو بتاعت 360 هرتز؟ كان دي شاشته ومركبها على جرت ايه بقى؟ كان ال 740 جي تي 740 مشغلها 120 هرتز وبروسيسور اي 7 جيل تاني ومشغل بقى على المعالج ده اللي هو اصلا المعالج بيموت يعني. فاكرين برضه انا كنت عملت على بالتجميع بتاعته فيديو، كان مشغل عليها الكيبورد ال 8000 هرتز الهانتس مان. بص الجهاز كان بيطلع له شتايم وبيفتح كده في البايس لو فاهم، يسحب له على طول في البايس. عموما النهارده هذا الكائن قرر ان هو بقى ايه يستغل قوه شاشته ويقوم عامل تجميعه بقى المطلقه بقى اللي هو ايه يحط بها على الناس. استنى عشان بالله، استنى عشان بالله. انا عايز اسال سؤال، انت اخترت دي ليه؟ عشان روجو ستريكس والله بجد هو بيفكر كده فعلا، وهو الناس كلها يعني في ناس بتقع في هذه الوقعات برضه اللي هو ايه انا اروح اصرف فلوسي في الحاجه اللي انا عايزها بكيف عشان عايز الحاجه دي وبس. بالظبط فاهم؟ وده طبعا يعني حاجه ما انصحش حد يعملها خالص لان ده اسمه غباء. مش شرط غباء على فكره، يعني انت حاجه حابب ان انت تصرف فيها اصرف فيها. سيمبل يعني بسيطه سيمبل. ها دي الانتنه بتاعت الواي فاي. حلو، ده اللي هنشتغل بيها لما بروح. مش كده هروح العب دلوقتي اطلع عينهم في اللعب. طبعا ده بس هي كبورده اصلا هي كامكانياتها حلوه. هي حلوه. انا جايبها عشان خاطر هي هتفيدني قدام، وفي نفس ذات الوقت انا حابب روجو ستريكس فانا جايبها عشان روجو ستريكس. هي حلوه وجامده وكل حاجه انا معاك، وممكن تشغل بها معالجات في المستقبل جامده يعني. تعرف تشغل عليها ال 14700 مرتاح قدام يعني. بس طبعا مش هتنفع الخطه الخمسينيه. بس طبعا انت عيبها ان انت ما تعرفش تحط عليها حاجه كي يعني، ما فيش كسر سرعه. انت عارف انا كده ماليش في كسر السرعه والجو. والله انا برضو معايا كي ما بكسرش سرعه. شغلت الاسوس انتليجنس راح موصلني 6 جيجا هرتز خلى اللعبه تفصل لوحدها وانا بلعب جي. فهي لا هي برضه بصراحه الكواليتي بتاعتها يعني جامده زي حاليا يعني. مش عارف هتبقى باينه ولا لا، بس مش عارفين ناخد بيرولات لان زي ما بقول لكم كل حاجه جت كده ايه. طبعا معتز النهارده هو اول مره يركب بي سي وهو اللي هيركب البي سي ده. تمام. انا عايز اوريكم بس قد ايه الموضوع يعني ايه. من زمان ما ركبتش ولا انت اول مره تركب؟ ما انا كنت بشتغل يا اسطى في تركيب الاجهزه والحاجات دي. انت ناسي الموضوع ده فاكر باشمهندس معتز فاكر الموقف ده؟ انت اخر مره ركبت كنا احنا صغيرين يا معتز. كان من زمان قوي يعني. كنا صغيرين من زمان جدا. انا مثلا تتكلم لا بس الحاجات الحديثه دي بالنسبه لي يعني فاهم. أيوة. مثلا انت عندك ده تقريبا للاس اس دي وده الاس اس دي. انت ما اتعاملتش مع الحاجات دي. الحاجات دي بالنسبه لي جديده يعني. انت ممكن مثلا نتكلم في احنا مثلا ايه في الثانوي مثلا صح؟ تقريبا في الثانويه. في الثانويه يعني حركه 12 13 سنه. تخيل تزعل. انا والله صغير مش عارف انا اللي وصلني ال 30. ده المعالج ال 13400 احنا جايبينه بصراحه تري عشان نوفر. كان في ساعتها اختيار ان احنا نجيب المعالج اللي هو البوكسد، ولكن كان في تقريبا فرق 1000 ونص تقريبا وكانت مأزمه في ال 1000 ونص بسبب البورده. بس عموما يعني التري انا بالنسبه لي ما بخافش منه قوي يعني. المعالج انت بيجي لك سليم يا مش سليم، فانت تاخد المعالج تتسته من اول يوم كده تضغط عليه بتاع تمام هتلاقي الدنيا ماشيه معاك تمام يعني. عايزك تقول مثلا تقول الموديلات ولا انت عشان صورتها كده خلاص؟ احنا قلنا بي 760 صح؟ والله انت قلت دول برضه والله بجد. طب كويس انك قلت عشان زهايمر. انا كنت عايزك تقول بس انا مش عارف اقطع الكلام في النص عادي وبعد كده ده يتمنتج ولا ايه الدنيا. انا ما نمتش. ايه انا حسبي الله ونعم الوكيل. طيب عايزك مثلا تتكلم فيها فاهم اللي هو دي مثلا بي 760 امكانياتها كذا دنيتها كذا. دي البي 760 اف من اسوس روج ستريكس. بتشغل معالجات الجيل ال 13 ال 12 ال 14. تاخد 4 بنوك رام. بتدعم ترددات رام عاليه لحد ال 7200 تقريبا او 7600 مش عارف. شوف الموقع بتاعها تقريبا اخر ابديت للبايس ممكن يقول لك فيه 8000. بس ال 8000 انا جربتها على بورد اعلى من اسوس بصراحه ما بتشتغلش خالص يعني. اخري معاها في الاستقرار 7200 وبسي ال قليل او توقيت قليل. وبتاخد
يو اس بي تايب سي. اليو اس بي تايب سي برضو ده 20 جيجا بايت فاهم، ودي 2.5 جيجا بت بتاعت الايثرنت. بس عندك كارت صوت هنا، الكارت الصوت بتاع البورد دي غالبا بيكون عالي، هو هنا مكتوب عليه سوبريم اف اكس، فعلى الاقل في امبليفاير يعني قوي تعرف تشغل عليه سماعات قويه. البيلد كواليتي بصراحه يعني هي حتى محمله يعني فاهم، هي تهمه. ايه ده يا عم، انا خايف على الكيسه، الناس هتتصدم دلوقتي. ودي تفرق يعني البورده الاستيراد. حد يرحمني من وقت. ايوه بسم الله ما شاء الله يا عم، حاجه فشيخه. ربنا يبارك لك يابا. امين يا اسطى. اتنين انت بس. تركيب المعالج بس عشان اوريكم العمليه، الناس عندها رهاب منها على الفاضي يعني فاهم. افتح ايوه امسك المعالج كده من الطروف من حته الغطسده. بص يا معلم، انت عندك هنا هون في المعالج هو بيبقى فيه سهم اهوت. ايوه بس اقلب تلاقي السهم المفروض من هنا اهو، هناك اهو اهو دون. السهم ده انت بتماتشه مع السهم اللي على البراكت الاسود ده تمام. طب احنا اصلا المفروض هنشيل البراكت ده عشان نحط البراكت. احنا هنحط احنا هنشيل ده كله بس هقول لك دلوقتي ده بيتشال في الاخر يعني. ماشي. فانت ركب دون من الطروف، امسكه. استنى مش واضح. الله تمام كده. ايوه ونزلها في الحته، ايوه البلاستيك زي ما انت عملت كده. مجرد ما انت ريحتها كده في الركنه تسيب خلاص نزل مكانه. ايزي بيزي. اقفل بقى هتلاقي ده راحت منطوره. لا نزل دي الاول بالجامد دي. شايف هي اتنطرت لوحدها ازاي. بس خلاص كده شيلها بقى. خلاص تلاقيه ما قفلش خالص عشان انت ما دخلتش الشفه دي اهي. المفروض تبقى كده نازله كده، انا مش عارف اصور. ماشي اهي الشفه دي مجرد ما دخلت كده خلاص بس تمام. بس كده المعالج خلاص ركب والدنيا ايزي بيزي ليمون سكويزي. طبيعي ان احنا هنتكلم في الرامات. ده الطبيعي. قطع عض فاهم. ايوه على طول ده بص القطر اليدوي بتاعنا. الرامات احنا بصراحه لفينا كتير، احنا مش عايزين نحط رامات 16 جيجا مع التجميعه دي لان هي احتمال يتم استخدامها في غير الجيمنج وغير كده يعني، عشان برضو احنا لو هنشتغل جيمنج وفي نفس الوقت نعمل حاجه فيها مالتي تاسكينج تبقى الدنيا ماشيه معانا ايه في الرايق. كت الرامات دون احنا جايبينه من الفرنسيه الكورسير 32 جيجا بايت 5200 ميجا ترانسفير ريت، ولكن هم كاتبينها هرتز مش عارف ليه يعني. ده بقى سي ال كام؟ ده سي ال 40 40 77 يعني توقيتات فاهم انت ايه معقوله يعني، مش افضل توقيتات بس معقوله يعني. في رامات راحت فين كنا ماسكينها دي الكينجستون دي يعني 6000 يعني بعرف امسك عليها 6000 سي ال 30. ده في حته ثانيه يعني. هي بس فرق سعر يعني، فرق سعر جامد يعني. هيظهر لكم دلوقتي احنا كان نوفر بالظبط بس احنا زي ما تقول ايه، احنا عايزين ناخد افضل اداء فاهم انت، نمشي دنيتنا دلوقتي. انا مش عارف القطر انا حطيته فين. لا قطر ولا بحرين. ادي يا جدي ودي قطر ولا بحرين. انت بتفكرني بالولد بتاع فاكر قلنا القطر اللي جنب البحرين. الراجل اللي بص جاب ايرور اللي هو انت بارد. طبعا برضو الحكايه الناس برضو بتخاف ان هي تتكسر وبتاع، وهي لها دخله واحده بطريقه واحده. هم مفتوحين. لا اللي تحت ما بيفتحش. شفت والله العظيم بتتغاشم وبتكسر في البورده اللي انت ايه دافع فيها دم قلبك. زمان كانت بتتفتح. انت الاول يعني عشان بس يبان في التصوير هنبدا من السوكت الثاني. السوكت الثاني؟ لا يعني الثاني من هنا الثاني ده. دي تشانل ايه تمام. عموما عشان الناس تبقى فاهمه اي بورده فيها سوكتين بتدعم الدال تشانل، عشان برضو الناس بتبقى مش واخده بالها من الموضوع ده. ما دخلتش معاك بانهي اي جنب فوق او تحت، بس اتاكد اول بس مكان السنه فين، ده اهم حاجه. لا السنه كده ما تتغشمش. السنه كده مظبوطه يعني تمام. هي بورد اسوس دي بتبقى غشيمه شويه. هي بورد اسوس غشيمه تمام قوي فاهم يعني. انت حتى لو ضغطت غلط هي مش هتدخل، لكن حته ان انت تدخلها تلاقيها اتكسرت دي انا بصراحه ما واجهتنيش قبل كده يعني. في ناس بتكسر يقول لك يعني في فيديوهات اليوتيوب الشورتس بالذات يحطها كده ويضغط عليها تقوم ايه مكسوره عليه يعني فاهم. دي المفروض في الاول هيركليز، ودي بقى تحطها ايه في السوكت الاخير. بتحط طبعا رقم 2 و4 عشان تشغل الدوال شانل، لان كل سوكتين جنب بعض هم عباره عن شانل واحده او قناه واحده لنقل البيانات. فانت كده استخدمت القناتين الاثنين نفس العدله. لا مش نفس العدله. ما مش نفس العدله. ما انا مش شايف اصلا من الناحيه دي. لازم يبقى الظهر زي ده يعني. ده الظهر اهو. بالعقل شايف حتى هو دخلها دلوقتي وضغط ما جراش حاجه، فما تخافش. بس خلاص كده خلاص يا كده خلاص يا اسطى. هتعدي بالمكتب من الناحيه الثانيه. فرق المكتب بيه.
او الواحد كمان لما بيضغط ما يعني ما بيتعافاش. بس يعني انت هنا برضو البورده سنداك، يعني الضغط ده في بورده اتش ولا حاجه ولا ايه، هتلاقي البورده فلقت منك نصين. لا بس انا ما ضغطتش جامد والله. لا ضغطت جامد يا اسطى، والله ما ضغطت جامد. لا انا شايفك يا عم، ده انت ولا هتخرق المكتب. بس مش بس بالراحه والله، لا والله بضغط بالراحه. فيعني ايه، بحيث ان هو لو في اي حاجه غلط ما بقاش انا اتعافيت عليها جامد. بس يعني عموما هي الفكره في كده، لو انت ما تخافش حكايه والله ابسط من البساطه. عندنا ايه تاني بقى نركبه بعد كده؟ الكولر. ولا الكولر. وقبل ما براكت نركب الكولر لازم نحط البراكت ده. اتكلمت عنه قبل كده كتير، كل مهمته حاجه واحده بس، انه يخلي السوكت ما يتعوجش، فبالتالي يفضل التبريد كويس. المعالجات بتاعت انتل بالذات مهما تحط في كولرز قويه بس ما انتش حاطط البراكت ده هتحصل لك مشاكل. يعني حتى مع معالج زي ده كده بسيط، لو سبته مثلا شغال 5 شهور ولا 6 شهور هتلاقي في الاخر بيحصل عندك سبايكس في الحراره وستروتلي بص، وعندك بقى السرعه بتنزل والجو ده كله. حط البراكت ده سحر، شكرا. برضه اخي معتز يركبه، هو اول مره يركبه. انا اول مره بقى اركبه فيعني وبص تركيبه علشان ما تحصلكش مشاكل هعرفك ازاي دلوقتي بكل بساطه بكل سهوله. بس على فكره يعني احنا برضه عملنا حاجه مش تمام، مش صح. انا دايما لما باجي اجمع بحط دي كده تمام عشان سبورت ما تبقاش في حاجه تتجرح وكده. طيب احنا هنا ده هنعمل بيه المفروض هنفك بيه المسامير. اول حاجه بتعملها بقى في الحته دي بقى بالذات، انت بتقوم فاكك لا مش من هنا، بتفك الاول السوكت اللوك عشان مفيش حاجه تتنطر منك. شايف انت لو كنت فكيت كنت هتلاقي النطره دي من الجنب، شكرا كده السوكت البورده اتكسرت. ماشي. تبدا بقى تفك بقى ايه المسامير بتاعه البورده. وعلى فكره انا كنت اتكلمت قبل كده مع حد في اسوس في الموضوع ده، وقال لي يعني ما بتطلعش من الضمان يعني، ف ما اظنش ان الحوار ان هي بتطلع من الضمان ده فاكس منه، يعني ما تخافش منه. انا مش عارف انت شايفينه ولا لا، لكن انا بحاول على قدر الامكان لان احنا الاستوديو بتاعنا لسه للاسف على قده مش مجهز. انا مش شايف اللي انا بصوره. حاسس في الاخر هلاقي بطلع مناخيرك. صور حاجه تانية. والله بجد. هو المفروض ان هو كده اعتقد كده خلاص انت فكيت دي، شيلها بقى بالراحه خالص. ايوه شيلها لفوق خلاص، طلعت معاك عادي، الدنيا سهله خالص. الطرف الثاني كذلك. هنحتاج المسامير اللي فيها. هنحتاج المسامير بس. ماشي. انت عايز حاجه هنا من السوكت نفسه؟ لا احنا مش عايزين حاجه من ده خالص. احنا كل اللي احنا عايزينه بقى البراكت نفسه كده من جوه. بص البراكت هتلاقي عليه نفس السهم برضه اهو. شوف انت لوحدك، حكايه بسيطه. ده لازم كده مكانها، لازم واحد يقوم يقف وتحط اقف براحتك يا باشا، انت هتهددني. بص بقى يعني ايه بتمشي مش الاخر بس بالزبط. يعني العكس بقى. العكس ايوه بالظبط. والموضوع هنا برضو عارف انت مش محتاج القرطه اللي هي، حتى انت مثلا انت لما انت فكيتها اكيد حسيت انها اتفكت على طول من غير مقاومه، فعادي يعني. بس كده الدنيا بيس قوي يعني لحد كده. ده عظمه قوي. وده بس ده بنحتاج بقى لما اجي مثلا عايز اغير معجون فيما بعد كده، ملوش دعوه هي كده كده ثابته، مش محتاج بقى. احنا بقى لسه دلوقتي بقى في الكولر بقى. الكولر اللي احنا اخترناه وكولر يعني هو معايا من فتره بصراحه، وانا المفروض اعمل له فيديو من فتره، بس انا يعني شخص بتمخرق شويه. بقاله معايا كذا شهر والله يا اسطى. احنا جايبينه على فكره هو والبراكت من هاردوير ماركت يعني. الكولر ده من شركه سيرمال رايت برضو. هو المفروض انا شفته والخلاني كنت عايز اجربه ان هو ممكن يشتغل مع معالجات تقيله زي ال 12600 13600 700 يعني يشتغل معاها، يعني ممكن يغطي معاك مثلا لفوق ال 200 واط بحاجه بسيطه، وده هيبقى بالنسبه للمعالج ده اوفر كيل. انت معايا اصلا؟ باين الحاجه بس. خالتي. عيد. طيب اللي بده ولا انت كنت معايا؟ لا ما انا كنت معاك ان هو حاجه اوفر كيل عموما على المبرد، فما نشوف بالظبط كده، نشوف شكله بقى عامل ازاي. هو شكله مش حلو قوي، ومش عارفين بيفتح منين برضه. من ورا انت لمعتها؟ انا عايز انام. انا نفسي انام. انا حاسس ان انا جاي اتعذب هنا. انا بصراحه مش فارق معايا الشكل قد ما هو فارق معايا ان هو طب خد يبرد الدنيا. ما هو هيبرد الدنيا بس على الاغلب. انا مش عارف ده ايه اصلا. ده هتلاقي الاكسسوارز اللي هي اسمها ايه دي، المسامير بقى والحاجات دي يعني البراكت. تعالى دي زي ما انت قلت بالظبط. اهي بالظبط العيد ده كلها شكله لا يعني حاجه حشوم. الميتين المصطلحات. لا انا متفاجئ بصراحه بمنظره، شكله كبير فشخ. يعني عارف انت في حاجات اكبر من كده، انت ما شفتش الدي 15 بتاع نوكتو؟ الدي 15 قد راسك. انت مش انت صورته قبل كده؟ ده قد راسك حرفيا.
بس لا الحاجه على الطبيعه برضو بس مختلفه هو جدا هو لما على تبقى مثلا الطبيعه في الصوره. انت على غير الصور فعلا. وعندنا هنا المروحتين في مروحتين هم مروحتين حلو. كانوا غالبا هم ار جي بي يعني. هو شكلهم كده. هنركب المراوح فين؟ لا انت لازم بتثبت الاول السوكت، بيبقى فيه هنا براكت بيتحط عشان طبعا تمسك لازم المسامير. هنحط المعجون لا في الاخر مش دلوقتي. عشان هتركب البتاع. لا مش دلوقتي. طيب. في عندك نوان 2 هو مكتوب عليه ده ال جي هو جايب لده 1200 وال 1700. ده احنا 1700. هو هنا برضه لا مش كده. هو مش كده، ده من ورا. دي بقى معلم بتبقى من ورا. ايوه من ورا صح. تحت البورد حاطين لك لزقه. الحركه دي بصراحه هم عاملينها لطيفه قوي، لان انا حتى ما بركب اي براكت في انتل مفيش هنا مسمار يمسكها وتروح واقعه، اجي احط الضغط تقوم واقعه. هي دي بتركب من تحت البورده وتلزق بقى بالظبط كده. فاحنا هوقف لك البورده كده اساعدك اهو. مش عارف هي هتبقى باينه في الكاميرا دي. هو بيشيل اللزقه اهو. انا مش عايز ابين السرير برضه بس مفيش فايده. لازم اشتري استوديو. ساعد البلبل انه يشتري استوديو ماي فريند. اي بص اظبطها عادي. هي داخله واحده عموما. ايوه بس كده هي هتلزق عشان الدبل فيس. خلاص مش لازم اكتر من كده خلاص. اضغط بس عليها عشان كنت الاول بقى انا بقى لما اجي اعمل اي مراجعه عشان انا لوحدي اجي احط كده تقوم واقعه. شكرا. افضل بقى اجري حوالين نفسي في الاوضه عشان حاجه معينه او حاجه تافهه زي دي. برضو نفس الكلام هنا اهو. زي ما التانية مكتوب عليها 1700 هنا برضو المسامير ده مكتوب عليها 1700. انا ده اللي المفروض بتاعت ام دي. ايوه هنا هو انتل برضو بس 1200 وده ال 1700. تمام. افتح كده بس عشان مش عارف امسح. الكاميرا بتفوكس على ايه؟ ربنا يستر. هي دي الحاجه اللي فيها ده. تقريبا كل مسمار هيركب في حاجه. كل مسمار انت هتحط الاول كل سبيسر، يعني حط السبيسرز كده اهو الزرقاء رصهم حوالين كل فتحه من دول. هي ملهاش حاجه معينه. لا عادي. هو تقريبا ممكن يبقى جاي معاه حاجه تانية. مفيش. تمام ماشي. هو جاي معاهم على فكره هم باعتين معجون كمان. المعجون ده يخصني برضو. انت معاك 2 معجون بنفس النوع. خلاص عادي. تمت المصادره. المعجون عندي خلص اصلا عشان ده معجون. مش عارف اعمل فيديوهات. بس تمام كده. بس كده. وتقوم بعد كده لا نركب دي بتبقى في الاخر بقى. دلوقتي احنا عندنا جزء تاني وهو خاص بالجزء ده المفروض لما بيجي يقعد هنا في عندك هنا فتحتين كده، عندك مسمارين هم. طبعا محدش الذكاء ويقوم حاطط باللزق. طبعا انا اعرف واحد حد تقريبا كان حد حطها باللزق خاله. صح. خاله التقنيه. والله العظيم. انا سمعت الموضوع ده قلت ضحك والله. بص بقول لك بيسخن. دي المفروض بتقعد كده هون على الاغلب. هنستكشف دلوقتي الوضع ده مع بعضه. بس جاي معاها معقوم برضه. ما ده اللي انا بقوله. ايه مش عارف هو انا اللي عايز انام ولا انت اللي عايز تنام؟ تصدق هما الاثنين زي بعض. ما هما الاثنين نفس الشركه. سبحان الله. الله اكبر. الله اكبر كبيره. السكاكين دي بقى دي تعملها جنب. نشحها في دماغ واحد يموت. مش مكتوب عليها حاجه ليه؟ طيب انا مش فاهم دلوقتي تصعب الدنيا ليه. مكتوب عليها ام 4 فدي مش تبعنا. دي مش تبعنا. حلو. ده اكيد بتمسك حاجه. ما هي دي بقى اللي هتتحط هنا الاثنين دول. دي هتتحط كده مظبوطه. جايه الفتحه على الفتحه جايه الفتحه على الفتحه. شوف انت حاططها كده هتلاقيها جايه الفتحه على الفتحه برضه عادي. هو كده او كده. هو كده. لا مش كده او كده. هو المفروض يبقى كده لان هو ده لما هيجي يركب. لو انت هتركبه كده تبقى تحت. او هيركب كده. انا مش عارف هيركب ازاي. طيب عايزين بقى مفيش هنا كتالوج. هو تقريبا ده هيركب كده يا اسطى. ما اظنش. ليه مش هيركب كده؟ انا هقول لك ليه مش محتاجين كتالوج. مش بقول لك انا عايز انام لان احنا المفروض هنحط المراوح هنا اهو كده. فالمراوح بتبص كده ما بتبصش لتحت. فاهم؟ بتبص مش هتبص لتحت. كده المراوح مش هتبص لتحت. هي كده هتبقى بصه الناحيه دي. المروحه بتبص على تعملها كده اهو لما تقعد كده اهو. حاسس مش هتيجي اصلا في الاخر. تمام. انا لو حطيت كده اهو ايوه هتبص لتحت المروحه وده غلط. فاهم حاجه؟ لا. فهو المنطق بيقول ما هتبص لتحت ازاي؟ انا شايف ان هي باصه وشها كده. ايوه ما هو ده بالنسبه للكيسه كده اهو تحت. وصلت. وصلت. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. حمكم الله.
هات بقى ايه ربط انا حاسس اصلا ان هي مش انت عايز نعمل ايه دلوقتي؟ نربط دول كده ونربطهم. احنا في عندنا هنا زي ايه فتحتين كده، فاهم انت، بتظبط منهم السبيس. هو على الاغلب احنا في حاجه هنا مش تمام صح يعني، الاثنين المفروض مش عارف كده احنا باصين لصح، بنكون باصين لبعض صح. قصدك ان هم يكونوا مثلا باصين لبعض؟ اظن يعني، بس اتس تراي. وده حركه غبيه ممكن تفصل المسار من على البورد ده، بس الحمد لله ان هي جت في طرف السوكت البلاستيك يعني. فالمره الجايه شفت عشان بعد كده ما تخليش حد بيعايز ينام. هات يا اسطى هات يا اسطى انا عايز انام، انا قايل لك الفيديو هيبقى طويل قوي. فيديو انت بتعمل تجميع من صفر. ايوه، واحنا اغلب بس هنجرب عليها فالو انت يعني. التجميع في الاخر اصلا احنا عاملينها علشان 360 هرتز يعني، هي معموله عشان 300 عشان بس نعرف نشغل 360 هرتز. عايزين بقى نستكشف اذا كان المعالج هيمسك ال 300 ولا لا. اصلا تقريبا المعالج لو ما مسكش ال 350 معتز هيزعل مني قوي. عشان ده اقتراحي. انا كده بناء على ان هو دي هتمسك كده شغال. ظبطت تمام. بس ما تربطش بقى عشان لسه نحط معجون عشان نشغل ونشوف كده هيشتغل. شغل ايه؟ صباح الفل. صباح الجمال. نشغل ايه؟ انت حاططهم لزقتها. هتقوم ماسكه بالبروسيسور وخلاص شكرا. احلى مسا على خلق التقنيه. طيب احنا كده ايه كله في السليم. الله. نيجي بقى هنا اهون للكارت. للكارت ايه؟ الوحش بتاعنا. لا للكيسه. الكارت مش هنركب الكارت اخر حاجه. مش هنركب الكارت دلوقتي. نجيب فين الكيس؟ انت بتدور على انت اللي عايز تنام مش انا. اصحى. احنا اخترنا هذه الكيسه، جبناها برضو من الفرنسيه مع الرامات. المؤسسه الفرنسيه ضمان الوكيل، هم يعتبروا موكيل ليها اصلا يعني. الكيسه دي اللي هي الزجماتيك السكاي 2. هي بص يعني بتدعم كارت مش عارف 325 مللي اللي هو 32 سم كارت يعني. انت لو تفتكر الكارت القديم 1070 كان كده فاهم، ده يشيل يعني، المفروض انها تشيله يعني. السي بي يو كولر بتشيل لحد 160 مللي، اظن ده اقل اصلا من 160 مللي عشان تعرف تقفل الازاز. ما شفتش بصراحه مواصفاتها، هنشوف دلوقتي الطلعات اللي عندي يعني فاهم انت. انا ما نكملش يعني نفتح الجنب بقى وخلاص. اعتقد دي يعني مش عارف 120 تقريبا. لا ده مش ده 120، ده حجم المراوح. هنعرف دلوقتي. هنستفهم كل حاجه. بيشيل اي تي اكس، بيشيل بورات كبيره. انت بورداتك دي اي تي اكس. تمام. نسيت اهم حاجه. ايه؟ بيجي معاها الباور. بيجي معاها باور سبلاي. تصدق شوف سبحان الله. بيجي معاها الباور سبلاي دي 600 واط. 600 واط 80 بلس وايت. ده 80 بلس وايت. وحاجه برضو الناس لازم تبقى عارفاها هنا بتعملها زيجماتيك. دي مش اي ار جي بي، ده ريمبو. دي ريمبو. يعني دي كده حاجه معينه. طلعت كيسه شمال. اصل احنا بص يا جدعان، احنا مش عارفين مكتوب عليها ان هي بتدعم الاف ار جي بي، فاحنا الترجمه اللي احنا ترجمناها فاكن رجب. الار جي بي اللعين. ترجمه ام بي سي. فهي الفكره كلها احنا مش عارفين ايه، بس هي طلعت ريمبو. كويس ان احنا خدنا بالنا، كنا بصينا الاول على الكيسه في العلبه. بيجي معاها 4 مراوح. دي الفان نمبرز والتمبرد جلاس بتاع الليفت بانل. عايز تقرا اي حاجه ثانيه من هنا؟ شكرا. انت حاسس ان هو جورنال بالنسبه لك، مبسوط قوي. الف شكر. تخيل كده مثلا اقول له بعد كل ده مثلا تلاقي ايه، المايك مش شغال. المايك اللي مش شغال نروح في داهيه فيهم. يا عم انا بص، انا اصلا بوسوس يا عم شغال اهو يا عم اهو عندي اهو بيلقط صوت هناك اهو يبقى شغال والله. تعرف منين هو بيلقط هناك؟ في مؤشر اخضر اهو. تمام قول والحاحه. مش عايز تتفتح يا اسطى، انا اللي عايز انام. انا راجع، انا اختفيت ورا الكيسه. طبعا الكيسه دي احنا جايبينها كده ايه، حاجه كده ايه مؤقتا لحد ما نحضر الخطه الخمسانيه برضو. نجيب نغير الكيسه. لا انا شايف انت مش هتغيرها. حسب انت مستقبلا لو هتغير في الكيسه حاجه، انك انت تجيب باور اعلى. وهنا يعني الباور ده 600. انا نسيت اقول لكم على حاجه مهمه قوي، هقول لكم عليها بس نفتح دي. سمكه التونه العنيده في هنا حتتين كده ورق، نص الورقه اللي عندك دي هنا بتاعت المقرض. ايوه دي بتعمل زي لوك كده مع الطلعه.
يا اسطى شكلها هي العلبه ضيقه ليه؟ هتضرب قوي. اخيرا يا جدعان، اخيرا الواحد هيبقى معاه كيسه مش كيسه استيراد. بس ايش عكس ازاي؟ نزل كده تحت دي. سكومونس خالص. انا بقول لك سكومونس قوي يعني. بص جميل. ده ايه ده؟ سكومونس في الصور شكلها اكبر. الصور عشان انت بتبقى زود كده. الفلاتر حلوه دي. فلتر هنا اهو اكيد. ده شكلها ماجنتيك. في فلتر ماجنتيك وفي فلتر تحت كمان. قدام الواجهه مشط. بصراحه خاماتها كويسه بالنسبه للسعر يعني. احنا دي كلها بالباور سبلاي تقريبا عامله 2 ونص صح؟ 2550 تقريبا. 550. المهم الباور اللي جاي معاها ده 600 واط. عارف والله انا تخيلت ان الخامات هتبقى اقل من كده يعني. اكيد مش حدود صلب يعني فاهم، بس انا تخيلت ان هي اقل من كده بكتير. بس انا شايف انا زمان معقوله يعني كويس. بعض الكيسات اللي بتيجي في بعض المحلات لا كانت يعني تضغط كده على الحديد اللي بره ده يتنى معاك. لا هي اللي هو العظم الناشف ده مش اللي هو دي كويسه بصراحه ناعمه، لكن اللي بره ده بيبقى القايم بيبقى المفروض. وده ده عشان وصلة اليو اس بي الاماميه. ده الكابل انا عايز ابص عليه. بص الكابل، بص حاجه ايه يا نهار ازرق. بس الكابل حاجه حشوم سلبه. طعبط ده حد تموته. ده كابل غريب يعني حاجه محترمه. دي مواصفات الباور سبلاي. هو مقطوع عليه 600 واط تمام. على خط 12 فولت بيطلع 504 واط بشكل مستمر. دي الفكره. طيب انا ليه بقول لك انت ممكن تبقى تطور ده في المستقبل؟ الباورات دي يعني ما هياش قويه كفايه ان هي تواجه مشاكل الكهرباء اللي بتحصل من القطع. لو الكهرباء ضعيفه مثلا عند جزئيه معينه مش هيعرف يتعامل معاها. فالباورات الاعلى منها سواء يعني من زجماتك نفسها حتى يعني باورات زجماتك نفسها عندها باورات اصلا 8 بلس جولد وكده حاجات عاليه. فبالتالي الباورات التانية دي ميزتها الخامات بتاعتها اقوى، حتى هتلاقيها يعني ده اخف منهم بكتير، هتلاقي التانية اتقل منهم بكتير الباورات العاليه. هو فعلا الباور مش تقيل للدرجه يعني. بالظبط. هو ده باور سبلاي بيشغل لك الجهاز يضمن لك ان الحاجه تشتغل بامان وسلام. اللي هي الكارت عايز طاقه هياخدها. ترشح لي ايه بقى لما اجي اغيره؟ لما تيجي تغير بقى ساعتها بقى نشوف ايه اللي في السوق، لان في السوق مليان حاجات بالهبل يعني. بقى مش فاهم انا مش فاهم الناس اللي بتجيب باور ار جي بي ده ليه يعني. بس لا مش لدرجه ار جي بي لا. انا عايز التاني اللي بيبقى فيه شاشه اللي بيتحط فيه شاشه ده. هات الاف ار جي بي الصور الاف ال سي دي الفاكر ال سي دي. حسبي الله ونعم والله يا جدعان. هجيب له الضغط والله هجيب له الضغط ده. بص ممنوع نتناقش. يا نهار ازرق. طب انت المفروض مش هتفك الحاجات دي. لا عظيم ده لو بلعه واحده كده بص بالراس. بص هيتعمل له ضبط مصنع. الكابل لا كابل يا جدعان محمل قوي. دي بتدعم يو اس بي 3 تصدق. ايه الكابل الازرق ده يو اس بي 3 باين دول تو حلو والله. المفروض باور ريست ماشي حلو والله على قد الفلوس. اول حاجه لازم تتاكد من اماكن الستاند اوفس دي. ايه اللي في عندك هنا كده ماشي ادي 1 2 3 4. الاي تي اكس بتاخد 3 فوق 3 في النص 3 تحت. تمام. يبقى احنا هنحتاج ان احنا نعيد توزيع دول او المفروض يكون جاي معانا. لا هي بص اقول لك اهو. هم دول عندك 2 هنا هنزود واحده هنا. انت جاي انت تلاقيت يعني اللي مع. ايوه ما عشان كده اصل بدور عليهم في المسامير مش لاقيهم. لا ما معايا في ايدي عم الساحر. هم كده كل الاومنز براندد. ساعات من التكييف بجد والله. لطع في عشان انت دلوقتي واقف اقدر وانا جاي في وشي دلوقتي في قلب المايك. عارف انت الناس هتبقى سامعه دلوقتي. السلوك دي ايوه نزلها بقى على الستاند اوفس. ممكن بس تقعد البورده الاول وبعد كده نبقى نظبطها ونمسكها من الكولر. هو اصلا في سلك هنا ثواني يا نبيل. في سلك هو ده اللي عامل الازمه بالظبط كده. نعمل كده بس كده بقت مظبوطه تماما. كده كله 100 100. انت المشكله ان انت ماسك دي وعمال بتلعب بيها لا مش مصور. صباع وجعني. اتعورت؟ بمسكها كده صباعي اجي على السن بتاع الرجب راح داخل في صابع جوه مسمار بتاع البورده. تحسه شبه الدش. ايوه بيبقى فيه طبق كده فيه ورده كده. ده الوحيد اللي بيظبط معاه. طب التانيين دول بقى بتوع ايه اصلا يا بلبل؟ هم ايه دول؟ في حاجات للباور سبلاي، في حاجات للاس اس دي، في حاجات للهاردات فاهم.
كل حاجه بقى وليها مسمار. اوبا ده رساله 5 دقايق، انجز والله. انجز صحيت ابوك. ما عنديش مساحه. ده احنا انت عارف ده كام جيجا احنا وصلنا لحد دلوقتي كده؟ كام؟ احنا كده داخلين في بتاع 60 جيجا. طيب احنا خلصنا الموضوع ده كله وخلصنا الكيبل مانجمنت بتاع الكيس اهو. اهي خلصنا هنا كده. يعني فاهم انت على فئة الكيسة الموضوع يعني لطيف بصراحة، يعني شكلها حلو مش وحش. طبعا ده هيستخبى ده قبل الكارت قبل ما تفك. طيب استنى انت مستعجل لا يا عم؟ انت بتقول الكارت بقى انت وراك حاجة يعني فاهم مش عارف انت عم تعمل كده ليه يا عم؟ يس اهو انت عايز تفتح الكارت ليه يا عم؟ ما رزعتوش والله. انت بتعمل كده يا عم؟ نايم الكارت يا عم. استغفر الله العظيم يا رب. طيب الكارت ده النسخة الايه؟ ال 4060 ال 4060 الايسوس دير. على فكرة يا جماعة ده مشروب مش مقطع، يعني هو طعمه دواء اصلا، يعني دواء بالتلج. نسخة 8 جيجا من ال 4060 يعني جابت بسعر كويس. شغل عشان برضه الشركة اصلا عاملة عليه حاجة شبه كده، يعني انا مش فاهم في فرق بص ملحوظ بين ال 4060 وال 3060. الجيل ده من افتحه الجيل ده من انفيديا بصراحة كان منتهى العبث، حرفيا كان منتهى العبث. ركبت انا ركبت لا بص انا اتبعت، انا حرفيا اتبعت. الحمد لله انا بعت الكارت. الحمد لله. هم غلطوا غلطات كتير، وده بسبب ان اي ام دي ما كانتش موجوده في السوق، لكن اول ما تواجدت بص اكلوا القلم صح. بسم الله الرحمن الرحيم. انت عارف ان انا الفيرست امبريشن ده من ساعه ما فتحت القناه ما مريتش بيه غير مره واحده. ده ان انا افتح كارت جديد والله. والله تعالى هنا في النص. الكارت بتاعك اللي هو الكارت بتاعي كل الكروت بتجيلي مش مفتوحه، بتيجي متخربشه ومتدمره اصلا. يا جدعان سلام. شم ريحته. شم كله. الله تعمل دماغ. بسم الله ما شاء الله. استنى بقى هنا لازم نفك اللزقه. فك اللزقه. مش عارف افكه منين ده يا عيني. الصوت جامد. هتشد يا عم مره عشان نسمع الصوت عم. الكارت شكله نظيف يعني اسوس برضه يعني فاهم، كروت اسوس كلها نظيفه. بس بصراحه لا يعني هو بصراحه تصميمه شيك، تصميمه حلو. الظهر بتاعه اللمعه اللي فيه لطيفه قوي، زي حاجه زجاجي كده. شايف الانعكاسات؟ وده الدوال بايس. ما شاء الله. الكارت بيجي طبعا في منافذ لكل حاجه انت عايزها. 2 ديسبلاي بورت، 3 ديسبلاي بورت وواحد اتش دي ام اي، مش 2 اتش دي ام اي. يعني كل حاجه كافيه. في هنا ورقه اهي ما شلتهاش انت. شيل بقى قشر، انت تحب التقشير. طب احنا تقريبا لازم نشيل ده. انا عارف الناس دلوقتي ممكن تقول لي هو انت ممكن تجيب بحاجه ارخص وبتاع، ودي بصراحه الحاجه اللي انا كنت دايما بنصحه بيها زمان، بس هو عارف يجيبه بسعر حلو، فخلاص واي نوت. طالما جاب بسعر حلو خلاص توكلنا على الله. يعني اللي هو جابه بسعر النسخ الرخيصه كويسه فاهم، فاللي هو لا خلاص احنا اخدنا اللي احنا عايزينه كده، اخدنا الشكل، اخدنا التقفيل، اخدنا اللي احنا عايزينه. مش نقول لهم السعر؟ عايز تقول ده كان نازل عرض كده يا جماعه ب 14800. تحسش تشتري ما بتحسش. انا لا انصح بالشراء من امازون. خلاص انا غير مسؤول عن عن افعال الغير. المهم هنطلع ده كده وبس كده خلاص، مش محتاجين منه حاجه تانية. خلاص نطلع ده بقى كده نصور يا عم. انت مستعجل ليه يا عم؟ انت وراك ديوان يعني اهو. كسر خلاص بس كسر لبره عشان البورده. لا ما البره مش هتنفع اصلا. بس خد بالك طيب عشان البورده من ورا لمسه في الحديده. لا هي بقى تقريبا بعيد عنها اهو. هساعدك لازم فوق وتحت. بس كده حلو قوي ماشي جميل قوي. انا قايم لك الكيسه خلاص دخلت تمام. هو كده هتلاقيه ماسك، هتروح بس ايه حاطط المسمار من الجنب التاني. انا ماسك لك الكارت لسه. خلاص كده بقى جامد كويس جدا. انا كده ثابت جدا، شكله جامد مع الكولر. عارف انت تحس ان الجهاز كل حاجه سودا كده بقت جامده قوي. دلوقتي احنا وصلنا كل حاجه خلاص، بس على التشغيل. شغل كاتز ونشوف كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. بسم الله بسم الله. حاجه راجع بايه؟ شغل افراح.
قول له توك توك. طب هو ما بيجيبش صوره ليه؟ مش عارف، هو كان جايب ان هو انت مصر يا اسطى. لا هو بيعمل تريننج للرام. الاوضه ما هياش تلج حرفيا، 23 درجه. اصلا السي بي يو فانا اهو بص كام على 500 ار بي ام، يعني اللي هو ما هيش شغاله، المروحه هاديه جدا. ما هو اصلا الجهاز اصلا ملوش صوت، دي حقيقه. انا مش سامع. طب يا جدعان احنا خلاص ركبنا الجهاز، وهنشوف بقى الاداء على فالورنت. هنعرف نمسك ال 360 او 350 فريم ولا لا؟ يا اما هو هيجي بص يعمل معاك جلاشه عشان هو ماشي ورايا. مش 50 360. هو لازم عشان الفي سينك يشتغل لازم تبقى 360 350. طيب عموما في فالورنت عشان تجيب الاداء الفعلي بتاع اللعبه لازم تخش التيم دي سماتش، ده اقصر حاجه، يا اما تخش جيم بقى كومبيتيتيف وتلبس بقى مع نفسك، فاهم؟ وحنت وقت الحقيقه، ربنا يستر. 270 استهلاك 34%، 263. اشوف الاعداد كلها لسه على اللو ولا في حاجه اتغيرت. طيب للاسف السي بي يو زي ما توقعت 53 واط 54 واط وكده 60 واط اخره يعني، وده اللي هيبقى عامل لنا دلوقتي الازمه في الجهاز. فهنروح بقى كده للبايس نشوف ايه اللي ممكن نعمله وارجع لكم تاني. بوظت الهدف منها خالص وهقول لك عليها دلوقتي، بس قبل ما اقول لك عليها في حاجه مهمه قوي لفتت انتباه في القطع. طبعا في فيديو تكمله هيكون في اختبار القطع والاداء وكل الكلام من ده. الكيسه دي ب 2550 جنيه. دخلت ادور كده على الباور سبلاي بتاعها على كلير ريزلت او اللي هو الموقع بتاع البحث على السيرتيفيكيشنز بتاعه ال 80 بلس، ما تلاقيتش الباور سبلاي بتاعها الصراحه. طيب انا هنا بصراحه اجى في دماغي اهلا عادي يا عم، انت كنتش حاططها يبقى خلاص كنا سكتنا، لحد ما اخدت بالي كده ان الباور سبلاي مكتوب جنبه كمان اسم غير اسم اللي هو المعلن عنه في مصر. فالفكره بقى هنا ان زيجماتيك عندها نظامين كده في حكايه الباورات ده، يعني يا اما يبقى في باور اصلا نازل باسم جديد في مصر بيكون جايبين جنبه اسم الباور سبلاي الاصلي اللي هتدور عليه بتلاقي فيه كل الكلام ده ومستخدمين فيه نفس البورد، او غالبا ممكن برضو تلاقي حاجه تانية دي برضو قريتها يعني كده الموضوع ده بدور ان هي بيكون في اسم البورد المستخدمه جوه الباور سبلاي، فبتدور عليها بيقوم طالع لك برضو ايه السيرتيفيكيشن بتاعتها. والباور ده كده يعتبر موجود فعلا على موقع كلير ريزلت اللي هو بتاع ال 80 بلس تشيكر اللي انت بتدور فيه بتتاكد اذا كانت هي فعلا اخذت الشهاده دي ولا لا. الباور سبلاي ده طبعا وايت زي ما هم كاتبين، كل حاجه تمام التمام. طبعا يعني في حاجات ما ينفعش نذكرها كعيوب خالص، مثلا زي ان المراوح فاكن رجب طلعت يعني هي رينبو ان انت ما بتتحكمش فيها، وطبعا يعني منطقي جدا في الرينج ده مش هينفع يحط لك مراوح ادرسه بالار جي بي وتوصلها على البورده تتحكم منها والجو ده كله. كذلك برضو المراوح سرعتها ثابته لانها بتاخد الباور بتاعها من الباور سبلاي على طول، مش ان انت بتوصلها على البورده وما الى ذلك. ده طبعا ما ينفعش نقول عليه عيب. ثانيا مثلا برضو عيب ما ينفعش ان انا اقول لك ان هو يبقى موجود في فئه 2500 جنيه انما مثلا ما فيهاش بورت يو اس بي سي، يعني فاهم ده كلام طبعا ما هوش منطق. لكن لو تبص من الجنب الثاني بقى على المميزات هتلاقي لا شايله كيسه او شايله عفوا بورده اي تي اكس، ما فاهم انت اصلا طبيعي اي حد بيدور على حاجه اقتصاديه او بيعمل حاجه الوقت اقتصاديه بيجيب بورده ام اصلا، فاهم؟ فمعنى انت جايب بورده اكبر وشايله فانت بتحط بورده ام هتحس ان الدنيا اوسع كمان بكتير جوه الكيسه. بل حاجه جامده قوي برضو عجبتني وهي الازاز الجانبي ازاز يعني انا مش فاهم ازاي، يعني كنا زمان مثلا انت فاهم قبل كده كنا اتكلمنا برضو عن كيسات اقتصاديه وكانت في نفس الرينج ده ايام ما كان الدولار في فاهم انت في ال 30 والجو ده ولا العشرينات برضو، وكانت جايه ببلاستيك من الجنب، فدي ازاز فعلا. طبعا احنا لسه ما فكناش اللزقه دي لان في فيديو زي ما بقول لك تاني هنكمل فيه التجميع بعد ما نحل المشكله ان شاء الله تعالى. بص يا معلم التجميعه دي معموله لسبب معين الا وهو ان احنا نشغل شاشه 360 هرتز، عشان زي ما قلت لكم هذا الكائن الغريب اللي شفتوه في اول الفيديو يعني جاب شاشه 360 هرتز ما كانش بيشوف منهم غير 120 هرتز وجوه اللعبه كانوا 50 80 فريم يعني. فالفكره ان احنا عايزين حاجه تمسك في متوسط 350 فريم علشان طبعا بنشغل الجي سينك او الفري سينك والجو ده لازم بنقلل شويه الفريمات زي ما كنت اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده. لكن اللي حصل معانا ان هنا احنا مش قادرين نعدي ال 280 في المتوسط، وده طبعا رقم اقل بكتير من اللي احنا عايزينه. احنا عايزين نبقى عند 350 عشان ناخد افضل تجربه من الشاشه على قدر الامكان. الفكره ان المعالج المفروض ان الماكس تيربو باور بتاعه بيوصل مش عارف ل 100 حاجه و50 واط تقريبا او 148 واط، وهنا هو ما بيعديش ال 85 واط، وجوه اللعبه ماسك 40 واط 45 واط 60 واط فاهم انت، وينزل تاني ويطلع وهكذا، ما بيمسكش خالص ارقام عاليه، فبالتالي البرفورمانس مش افضل حاجه. يعني المفروض لو عرفنا نعمل ان احنا نسحب خطه الباور اللي قايله عليها انتل نفسها احنا هنعدي ال 350 وهنبقى تمام التمام. هتقول لي يا نبيل طب ما ممكن مشكله من الباور سبلاي،
عشان مثلا يعني فاهم اخد شهاده بس فاهم برضو على الله حكايته، اقول لك لا صديقي العزيز، لان انا لما جربت على الباور سبلاي ونفس البورده ال 13700 كي سحب عادي 250 واط، سحب عادي 250 واط، كان مستقر ومفيش اي مشكله. فانا عند حاجه من اتنين تمام. وبرضه انا سالت برضه اصدقائي وسالت الناس اللي مرت بهذه التجارب، واللي انا وصلت له ان الكلام قفل على ان بعض البورد ممكن تسمح ان معالجات انتل الاف بتسحب عادي، وبعض البورد التانية ما بتسحبش، وتجيبها يمين شمال. جربت بايسز وجربت بتاع مفيش فايده، جربت كل حاجه. يمكن بس في البايس انا جربت البايس الاخير زودني تقريبا بتاع 10 واط ولا 9 واط يعني لكن ما فيش اكتر من كده معاه. فدلوقتي احنا واقفين عند نقطة ان احنا لازم ننقل لمعالج تاني. المعالج ده هيكون غالبا يا اما ال 13600 كي يا اما ال 13700 او ال 14700 كي. بصراحة مش بندور دلوقتي على حاجة نون كي اللي هي حاجة عادية اللي هي اللوجد يعني، لسبب يعني خايفين يحصل معانا نفس الموضوع ده، ان احنا ما نعرفش نسحب برضو الماكسيمم بتاعه، اللي هو احنا مش عارفين نجيب اخر المعالج. مش عارف بصراحه المشكله في القطعه دي ولا لا، انا هحاول برضو اجرب حاجه تانية، بس انا ما اظنش المشكله في القطعه خالص، لان انا برضو اعرف واحد صاحبي معاه 12400 اف اللي انا كنت برضو مجربه، وبيمسك تقريبا متوسط 170 فريم 160، مع ان كان جايب معايا قبل كده 350 وعلى بورده قليله يعني. مش فاكر مش فاهم الموضوع ده ازاي. لكن يعني اوفرول في المجمل لو انت بتجمع جهاز علشان تلعب على 350 500 فريم والجو ده، ابعد خالص عن المعالجات اللي هي الايه اللي هي اللي من غير كي. خليك في ال 13600 وانت طالع. اللهم بلغت اللهم فاشهد. وبرضه ما تاخدش الكلام دلوقتي، استنى الفيديو الجاي. اشوفك بقى الفيديو الجاي ان شاء الله. كان معك البلبل، سلام.